مرضى الذئبة الحمراء خصوصاً النوع الجلدي المزمن يعانون من ندبات، تصبغات أو ضمور في الوجه مما يؤثر عليهم بشكل كبير نفسياً ووظيفياً. التشوهات من نشاط الذئبة الحمراء في الجلد ممكن يتعالج بالليزر أو الحقن، سواء فيلرز أو دهون ذاتية. استخدام ليزر PDL بجرعات منخفضة وتبريد مناسب أظهر نتائج جداً رائعة مع مرض الذئبة من خلال تخفيف الاحمرار وتقليل التوسع في الأوعية الدموية دون تحفيز المرض. الشرط بالنسبة للعلاجات التجميلية في مرض الذئبة الحمراء أنه يكون المرض مو نشط وتكون جرعة العلاجات المثبطة للمناعة واطية. دراسة في مجلة جاد الأمريكية أظهرت أن هناك 9 من أصل 10 تحسنت حالتهم بعد استخدام ليزر PDL من خلال انخفاض الالتهاب وأيضاً تحسن الاحمرار بدون أي انتكاسة تذكر. الذئبة الحمراء ممكن يسبب ضمور في الجلد، وهذا ممكن يتصحح بفيلرز أو محفزات الكولاجين أو حقن الدهون الذاتية بشرط المرض ما يكون نشط.